في بداية هذا الشهر تحولت العاصمة الصينية بكين إلى نقطة التقاء استثنائية، حيث اجتمع كبار المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل القطارات. الحدث كان مستوجا الاجتماع العام رقم 106 للاتحاد الدولي للسكك الحديدية UIC، والمؤتمر العالمي الثاني عشر للقطارات فائقة السرعة. وسط هذا الحضور العالمي الرفيع برز اسم المغرب ليس فقط كمشارك بل كممثل رسمي للقارة الإفريقية. لكن ما الذي يجعل هذا الحدث مهما إلى هذه الدرجة؟ وما هو هذا الاتحاد الدولي للسكك الحديدية؟ ولماذا تحظى مشاركة المغرب بكل هذا الاهتمام الإعلامي؟ UIC هو منظمة عالمية أسست عام 1922 بعد الحرب العالمية الأولى، وكان الهدف منها توحيد المعايير التقنية للسكك الحديدية بين الدول من أجل تسهيل حركة القطارات وتجنب المشاكل الناتجة عن اختلاف الأنظمة. اليوم يضم هذا الاتحاد أكثر من 200 عضو يمثلون أكثر من 100 دولة، ويشرف على أكثر من 1,000,000 كيلومتر من السكك الحديدية، ويوظف قرابة 7 ملايين شخص حول العالم. ومن بين الأعضاء البارزين المغرب، فالشركة الوطنية للسكك الحديدية ONCF لم تكتفي بالعضوية فقط، بل تتولى حاليا رئاسة التجمع الإفريقي داخل الاتحاد، أي أنها تمثل القارة الإفريقية رسميا في اجتماعاته وقراراته. فماذا يستفيد المغرب من هذه المشاركة؟ الاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات العالمية في قطاع السكك الحديدية، عقد شراكات استراتيجية مع شركات دولية رائدة خاصة من الصين وأوروبا، جذبوا التمويلات الدولية من مؤسسات وبنوك تنموية حاضرة في الحدث، تكوين وتأهيل الكفاءات المغربية عبر ورشات وتكوينات مباشرة من خبراء عالميين. يذكر أن المغرب أطلق في 2018 أول قطار فائق السرعة في إفريقيا، البراق، الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء بسرعة تصل إلى 320 كيلومتر ساعة، وهو مشروع جعل المملكة محط أنظار العالم. بل أكثر من ذلك، نظم المغرب سنة 2023 النسخة 11 من مؤتمر القطارات فائقة السرعة في مدينة مراكش، وكان أول بلد إفريقي يستضيف هذا الحدث، مما شكل اعترافا عالميا بريادته المتنامية في هذا القطاع. واليوم المغرب يخطط لتوسيع شبكة البراق نحو مراكش مع تطوير خطوط القطار العادي وتحسين الربط بين المدن ضمن رؤية استراتيجية تجعل من السكك الحديدية رافعة للتنمية الاقتصادية. في الختام، مشاركة المغرب في قمة بكين لم تكن مجرد تمثيل رمزي، بل كانت خطوة مدروسة نحو المستقبل ومؤشرا واضحا على أن المملكة تراهن على القطارات كوسيلة ربط وتقدم ونهوض شامل. اكتبوا لنا في التعليقات ما رأيكم في الطفرة التي يشهدها قطاع السكك في المغرب؟ وهل ترون أن القطار السريع يجب أن يصل إلى مدينتكم؟ ولا تنسوا الإعجاب بفيديو، مشاركته مع أصدقائكم، الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.